عليكم. انا ان شاء الله يلقيكم الفيديو احسن احوالكم كما كتشوفوا فيه. الدخول المدرسي والربينه ديال الدخول المدرسي والدوش ديال الدخول المدرسي. المهم هذه راه ديجا سبق لي شاركتها معكم. هذه راها كدير نفس الدور ديال الكيس او الكياسه ديال الحمام من نفسه، كتحيد الوسخ وفي نفس الوقت هي غير بونجا رطبه هكا للدراري الصغار. راه خديتها ب5 دراهم، كنت ديجا سبق لي وشاركتها معكم في واحد الفيديو سابق. زوينه بزاف، زوينه زعما الصراحه. الناس اللي عندهم وليداتهم عندهم حساسيه لحمهم زعما هذا، يشريوها، راه فنه الثمن ديالها رخيص، وفي نفس الوقت ما غاديش تجرحي البشره ديال ولدك ولا ديال بنتك. هنا صافي من بعد ما بدلت له ودرت له ديك لاكريم اللي شفتوها اللي ديجا استعملتها معكم في الروتين. صافي هنايا قديت له بليستو. فاش دوشت لهم قبل ما ندوش لهم بدلت لهم كاع الغطاوات ديال الناموسيات هكا باش ينعسوا نقيين، وحتى الفراش ديالهم يكون نقي. لان كل سيمانه كنبدلو، ضروري خاصو يتبدل كل سيمانه. المهم هنايا وجدت الكسوه ديال ولدي في الليل هكا باش ديما تعودوا انكم تحطوا الكسوه في الليل، باش الصباح ما بقاش انسان عاد مقاتل اشنو لبس هذه، لا ما بغيتش هذه، لا خاصني هذه. في الليل اختاري انت وولدك واعطيه يختار هو الكسوه اللي بغى يلبسها، ما تفرضيش عليه شي حاجه اللي هو ما باغيهاش. خليه خلي له ديك المساحه ديال انه يختار شنو باغي هو. وديك الساعه ديك الساعه يبقى لك انت انك تقنعيه، مثلا ما كانت شي حاجه عجبك او لا ولا بقى مصر على واحد الحاجه، خليه مادام انها ماشي شي حاجه اللي زعما ما مزياناش ولا. نفس الشيء درتو مع بنتي. هنايا قديت لها كسوتها وهذا، ودوشات حتى هي بدلت لها لي دغا وكل شيء. فاش ساليت قديت لها بحال هكا مشيطه، باش في الصباح ملي تحيدها يجيها شعرها بحال صيبات وبحال بوكلي، مع ان الشعر تبارك الله عندها شويه ماشي رطب، ما يشدش فيه بزاف هذاك زعما يجي مبوكلي. صافي من بعد درت الدراري نعسوا ولا غد ليه مشاو للمدرسه، ودابا انا جيت نشارك معكم واحد السبراي اللي زوين بزاف واللي رائع. شوفوا راه هذا بديل ديال واحد الدواء راه كيتباع في لا فارماسي. هذه الخلطه ديال الجده ديالي عطاتهاني، وهذا السر ديالها، فقلت علاش لا اللي ما نشاركوش معاكم. المهم هنا هادو جوج خديتهم ب4 دراهم الوحده، سبراي هكا اللي بالرشاش اللي غادي نرشو. وغادي في المكونات زوينه، كاملين المكونات زوينين، والصراحه الريحه ديالو زوينه. هذا الرشاش هذا كترشوه غير بلا ما تنشفوه زعما بلا ما تغسلوه، بلا ما حتى شي حاجه. وقت ما بانت لك رشي على شعرك ما عليه حتى شي حاجه. اول مكون واللي ضروري هو ازير، وازير من الاحسن يكون هكا زعما طري، ماشي يابس، وراه كيتباع عند العطار يابس. غادي نحتاجو الورد، قرنفل، الزعتر، ورق سيدنا موسى، واوراق السدر. كما شفتوا هنا راه انا اوراق السدر كانوا عندي مطحونين، نتوما من الاحسن ديروا اوراق السدر العاديين هكا باش ملي تبغيو تصفيو الخليط ديالكم ما يجيكمش صعيب. وان شاء الله مازال نشارك معكم واحد الوصفه اخرى ديال اوراق السدر زوينه بزاف، غادي تعجبكم بزاف. المهم انا كنشارك معكم شي حاجه اللي مجرباها. كانت واحد الاخت قالت لي على وصفه ديال الشيب. الصراحه شوفي راه وصفه ديال الشيب قليل فين تلقاي شي وصفه ناجحه، وانا ما نقدرش نشارك معكم شي حاجه الا ما كانتش مجربه، يا اما من طرفي يا اما من طرف ناس اللي ثقه واللي كنثق فيهم. فان شاء الله الا كانت شي زعما شي وصفه او لا غادي نشاركها معك، وسينو ما نقدرش نشارك معكم شي حاجه اللي ما مجربينهاش او لا ما مجربهاش انا. يعني يا اما غادي يكون مجربها شي فرد من عائلتي ولا شي حد اللي كنعرفه انا شخصيا، او لا انا سينو ما نقدرش نشاركها معكم. المهم هنايا راه درت واحد شويه ديال الماء، درت الماء ما درتش الماء ديال الروبينه، درت الماء ديال باهيه بالضبط. هكا باش زعما قلت من الافضل. صافي هنا خليتها حتى غلات، طلعت الغليه ديالها وطفيت عليها. من بعد فاش طفيت عليها ما حليتش عليها، خليتها بردت وهي هكاك مسدوده، لان قلت يقدروا يكونوا دوك الزيوت الطياره اللي كاينه اللي كتكون في الاعشاب فيهم واحد الزيوت فاش كيسخنوا كيطلعوا كيطيروا. فخليت لها المغلقه ديالها باش يبقى داكشي فيها لداخل.
خليتها بس ليله كامله هكاك مع هذاك الشيء اللي فيها باش هكا يندمجوا العناصر كاملين. وهنا غادي نصفي هذاك الماء. كما قلت لكم اوراق السدر من الاحسن انكم ديروها هكاك، ما ديروهاش مطحونه، لان انا ملي درت المطحون بقى لي الماء ديال الماء اللي صفيت باقي فيه داك الدقيق الرقيق بحال الدقيق، عرفتو ديك سميتو رقيقه. فاضطريت انني نتسنى حتى يصفى الماء عاد نديرو في دوك القريعات الصغيورين اللي درت فيهم. المهم فاش تبغيو تستعملوه راه ما عندوش وقت معين انكم تستعملوا فيه، ديروه في داك البخاخ وبقى وقت ما لقيتو وقيت رشوه على شعركم، رشوه على البلايص اللي خاويين وهذا. مهم غادي ان شاء الله تلاحظوا الفرق. هنا بديت كنصفي فيه كما شفتوا معايا، وهذا هو اللي قلت لكم علاش قلت لكم ما ديروش سميتو اوراق السدر هكاك. انا درتها ولكن نتوما حاولوا انكم ما ديروهاش هكا باش يكون الخليط معكم احسن من يجيكم احسن من الخليط ديالي. المهم الا كانوا كيعجبوكم بحال هكا الوصفات ما تبخلوش عليا باشتراككم في القناه وتفعيل زر الجرس باش هكا يوصلكم الوصفات الجديده اللي غتكون. ونتمنى انكم تدعموا قناتي هكا باش تشجعوني انني نعطي اكثر. شوفوا هنايا هذا الشيء هذاك من بعد ما يعني حيدت وصفيتها الصراحه راه فيها واحد الريحه زوينه كترجعكم للزمن الجميل داكشي. واحد الريحه الصراحه زوينه بزاف. المهم نتمنى انكم تجربوها وتشموا هاد الريحه هذه اللي كنهضر لكم عليها، ويجيكم داك الاحساس ديال انكم رجعتوا لواحد الاعوام فاتت. فنتمنى ان وصفاتي يكونوا ناجحين معكم و ينالوا الاستحسان ديالكم، ونتمنى انني نكون نفيدكم. سينو ما غاديش نجي ندير لكم وصفه وانا ما تيقش فيها، ما نقدرش. هكا هادشي اللي عطا الله. المهم هانتوما مع الفيديو ونتلاقاو. البنات كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. هذا هو البخاخ، نتمنى انكم تجربوه وتلقاو عليه نتيجه. غير شنو هي، ماشي ديروه مره ولا جوج وتقولوا صافي راه سالينا، ديروا وعاودوا وعاودوا وعاودوا. المهم المده ديالو راه اسبوعين، وديك الساعه ما تقدروش ترجعوا تستعملوه مره اخرى، عاودوا واحد اخر جديد، لان هذيك هي مده الصلاحيه ديالو اسبوعين صافي. كان هذا هو السبراي اللي شاركت معكم، راه زوين بزاف، جربوه غادي ان شاء الله يلقى الاستحسان ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. بسلام عليكم.